السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض البيتزا السريعة بعيش الفينو واللحمة المفرومة. أول خطوة رح نجهز مع بعض صلصة البيتزا. في طاسة على النار ضفت معلقة من زيت الزيتون، رح أضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، بصلتين مفرومين فرم ناعم صغير جدا، ورح أقلبهم بشكل سريع لحتى يبلش ياخد معنا البصل لون ذهبي خفيف. راح نضيف عليهم الطماطم المقشرة ومعصورة بهذا الشكل، ومعلقتين من الكاتشب. بقلبهم مع بعض منيح، وراح أضيف عليهم هلأ رشة من الملح، معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من زعتر الأوريجانو، معلقة من الفلفل البابريكا الحلو، وراح أقلب كل المكونات مع بعض. في خطوة اختيارية أنا ضفت معلقة من معجون الطماطم، طبعا فيكم تستغنوا عنها. ضفت معلقة واحدة لأني أنا استخدمت في هاي الوصفة 5 حبات حجم كبير من الطماطم. طبعا فيكم تزودوا أو تقللوا الكمية حسب ما أنتم حابين. راح أتركها هلأ على نار هادية لحتى تتسبك معنا الصلصة بشكل كامل. وهلأ راح نجهز للحمة المفرومة في طاسة على النار، وضروري انها تكون النار عالية. ضفت معلقتين من الزيت النباتي، راح اضيف عليهم اللحمة المفرومة، وراح نقلبها منيح مع الزيت ونتركها وقت على النار لحتى يبلش يتغير لونها. بنضيف عليها البصل المفروم المقطع ناعم وفلفل الوان، وبنقلب كل المكونات مع بعض. بنستمر في التقليب على نار عالية. وهلأ راح أضيف التوابل اللي معانا: ملح حسب الرغبة، فلفل أسود مطحون، رشة من التوابل السبعة، وممكن تضيفوا أي نوع بهارات انتوا بتفضلوه. راح نستمر في التقليب، وضروري انها تضل معنا النار عالية لحتى تستوي معنا اللحمة، لأني ما بدي اياها تنزل مية، وبدنا الخليط معنا يكون جاف تماما. وهيك اللحمة المفرومة أصبحت معي جاهزة، وصوص البيتزا عمل معي هاي الكمية. رح أخذ من صوص البيتزا لقدر حاجتي لليوم، والباقي رح نحفظه في مرتبان. ضروري إنه يكون محكم الغلق، وكمان لو في حال بدي أستخدم منه نستخدم معلقة تكون جافة تماما وما يكون فيها أي مية، لحتى أقدر أحتفظ في الخليط من 7 ل10 أيام تقريبا في الثلاجة بدون ما يحصل له أي تعفن، ويضل معي صالح للاستخدام. وهلأ في صينية فرن جهزت عيش الفينو، قطعت كل حبة لنصفين بالطول بهذا الشكل، ورح ندهن كل حبة بزيت الزيتون، كمية منيحة من زيت الزيتون. ممكن كمان نترك الحبة كاملة مثل ما هي، بس انه نفتحها من النصف ونحشي فيها الحشوة اللي حابينها. هلأ راح أدهن كل القطع اللي معي بزيت الزيتون وأدخلها الفرن لغاية ما تاخد لون وتتحمر معنا حاجة بسيطة، وبعدين نطلعها من الفرن ونكمل وصفتنا. هلأ بعد ما طلعت معي قطع الفينو من الفرن وأخدت هذا اللون الذهبي البسيط، راح نبلش نفرد عليها صوص البيتزا يلي جهزناه. ضيفوا الكمية يلي بتحبوها بهذا الشكل، نفردها على كل الحبة. وبعد هيك رح نضيف عليها اللحمة المفرومة. طبعا احنا اليوم استخدمنا اللحمة المفرومة، لكن فيكم تستخدموا اي حشوة انتوا بتحبوها. ممكن نكتفي بالاجبان والزيتون او النقانق، اي خليط عندكم متوفر بالبيت، اي حشوة ممكن تستخدموها. رح افردها على كل الحبة بهذا الشكل، وبعد هيك رح نضيف عليها الجبنة الموزاريلا المبشورة.
جهزت كل الكمية يلي معانا، زينتها بالزيتون الأسود ورشة من الزعتر المجفف. هلأ رح أدخلها تحت الشواية لحتى تسيح الجبنة وتاخد لون خفيف. وهيك بتكون وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة، ممكن نقدمها إفطار أو غدا أو عشاء في كل الأوقات، وكمان مع أولادنا للمدارس رح ينبسطوا فيها كتير. عملناها بوقت سريع وبدون أي مجهود وبدون عجن أو فرد. بنصحكم إنكم تجربوها. إذا عجبتكم وصفتنا لليوم ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. شكرا لكم ويعطيكم العافية.